ازيكم عاملين ايه؟ كنا وعدناكم محتوى مختلف وشيق ومثير ومعلومات هتسمعوها لأول مرة وتشوفوها معانا هنا في كلام في الصميم مع أبو تميم. عشان كده تابعونا لآخر الحلقة، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب كومنتس كتير وشير في كل مكان عشان يوصلكم المحتوى بتاعنا. حبينا حلقتنا تكون عن شخصية قريبة قوي لقلوبنا، ويلا بينا نبدأ. أحمد مرسي علي عون العدوي. مين فينا ما يعرفش؟ ما بلاش اللون ده معانا، حبة فوق وحبة تحت. طب اوعى كمان تقول لي ما تعرفش كراكشنجي ده وحكبشه ولا السح ده حنبوه. ما هو مش معقول. اكيد انتوا عرفتوا احنا بنتكلم عن مين النهارده. ويلا بينا. نشأة عدوية اللي كانت فعلا في ظروف صعبة جدا، ان موهبته حركته وبقوة وبأقوى من ارادته وخلته يقابل العندليب الاسمر وعتاولة الغنى المصري. ومش بس كده، هو سر من اسرار نجاح الهضبة عمرو دياب. ايه سبب عدم نزوله محافظته ما نزلهاش غير مرة واحدة في حياته؟ علاقة الجماعات الإسلامية بعدوية وسر حرق عربيته. سنة 1946 في محافظة المنيا وتحديدا في قرية الروضة اتولد أحمد مرسي علي عون العدوي. عدوية الابن العاشر لإخواته ال14، كان مولود في أسرة بسيطة وأب بسيط ومكافح بيشتغل بمهنة الصيد وتربية الماشية. والد عدوية كان محب للغنى وكمان كان صوته جميل، وكان دايما بيعشق غنى المواويل، ولكن ده ما كانش بيظهر غير قدام عدد محدود جدا من أسرته، بما فيهم أو تحديدا عدوية. في الخمسينات كان على أسرة عدوية إن هم ياخدوا قرار في منتهى الصعوبة من قرية الروضة إن هم يعيشوا في محافظة القاهرة وتحديدا في حي طرة، الحي الشعبي القديم اللي كان ليه دور مهم وأساسي وقوي جدا في تكوين شخصية الفنان الشعبي أحمد عدوية. نشأة عدوية اللي كانت فعلا في منتهى الصعوبة ساهمت كتير في تشكيل وتكوين شخصيته. تخيل معايا أسرة مكونة من 14 أخ وأخت كلهم قاعدين في أوضة واحدة. متخيل حجم المعاناة؟ في مقابلة مع المذيع الكبير مفيد فوزي قال عدوية إن هو ما كانش بيلاقي نفسه غير في مكان اسمه قهوة الآلاتية. القهوة اللي كان عدوية بيهرب من بيته ويهرب من مدرسته ويروح يقعد فيها علشان بس يسمع الموسيقار الكبير عبد الوهاب والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. شوف قهوة الآلاتية. الله الله. طب شفت مجرد ان انا بقول لك على مكان بيعمل لك بهجة في دماغك. قهوة الآلاتية دي كانت بالسلطان اروح اقعد فيها مش محمد علي في ارض شريف. كلها موسيقيين وفنانين في الطباسجي. شارع محمد علي ومقهى الآلاتية اللي كان ليها دور كبير جدا في ان عدوية شخصيته الفنية تبتدي تتشكل ويبتدي يحس ويعرف ان في جواه موهبة قوية جدا هي اللي بتحركه. كانت هي ملاذه وملجأه دايما انه يهرب من مدرسته ويهرب من بيته ويروح يعيش اللحظة اللي هو بيحبها. وبطبيعة الحال زي اي أسرة مصرية لما بتلاحظ على ابنها انه بيهرب من مدرسته وبيهرب من بيته بيجي دور العقاب. كان دايما عقاب عدوية حرمانه من النزول، حرمانه من المصروف، ولكن كان دايما بيتغلب على كل العواقب دي وبرضه كان بيهرب ويروح يسمع ويشوف الفن اللي فعلا هو من جواه مش عارف هو ليه بيروح هناك.
هنا بيجي دور الأخت الكبيرة الحنية اللي بتبتدي تفهم عدوية وبتوجهه وبتقول له انزل اشتغل مع جوزي في ورشة النجارة علشان تقدر تمارس هوايتك وتكسب فلوس. وبالفعل ابتدى عدوية يشتغل في ورشة النجارة مع زوج أخته، واللي اديته حرية واديته أريحية في انه يقدر يشتغل ويكسب فلوس، وفي نفس الوقت يروح للمكان اللي بينده دايما عليه وهو مش عارف ليه. في يوم من الأيام عازف كمان اسمه عبده داغر كان ليه دور كبير في اكتشاف عدوية. لما خد باله من موهبته ابتدى يدل عدوية على انه يغني في أفراح، وابتدى كمان يغني في فرقة في كازينو الأريزونا. وهنا ابتدى يذيع ويلمع نجم عدوية ويتعرف بأغانيه اللي كان منها سلامتها أم حسن. سلامتها أم حسن بالعين ومن حسن، سلامتها أم حسن بالعين ومن حسن، والسلامة نادينا بالرمش اللي حسن. سلامتها 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 أم حسن. ابتدى عدوية في الوقت ده ينتشر أكتر، وكان أجره جنيه في الفرح. في يوم من الأيام وعدوية موجود في زيارة عائلية عند أخته الكبيرة، كان ابنها بيعيط وكانت أمه بتقول له الصح الدح وأبوه بيقول له انبوه. الولد كان مستمر في العياط، وده خلى عدوية يستنتج إن الواد عطشان، فراح قال لهم الصح الدح انبوه، الواد عطشان اسقوه. ومن هنا كانت الكلمات دي وش السعادة على عدوية. ايه الاغنيه اللي وصلتك للاسطوانه البلاتينيه؟ عمي يا صاحب الجمال اللي هي الساحه الدحم. الساحه الدحم هو والله. هنسمع كل حاجه. وكان المنتج عاطف منتصر هو اللي متبني الفكرة دي علشان عجبه صوت عدوية، وقرر انه ينتج له ألبوم بيحتوي على أغاني شعبية. استوديو 46 استوديو الإذاعة المصرية اللي كان بيسجل فيه عتاولة وأهم فنانين الوطن العربي، قرر ساعتها عاطف منتصر انه يدخل عدوية الاستوديو ده ويسجل له أغنية الصح الدحم بو. صعبان عليا الواد، شيل الواد من الارض، الواد عطشان السوق، الصح التحمل. في وقت التسجيل اتعرض عدوية ومنتصر لنقد لاذع وشديد جدا. ما هو ازاي استوديو كان بيسجل فيه عتاولة الغنى واهم مطربين الوطن العربي يتسجل فيه لمطرب شعبي كمان بيغني الصح الدحم بو؟ ومش بس اصر انه يسجل لعدوية في استوديو 46، لا ده كمان اصر انه يعمل اكبر انتاج فني في وقته لعدوية 1000 اسطوانة، وده كان رقم مرعب وقتها. المفاجأة الكبيرة انه بعد انتاج 1000 اسطوانة النسخ كلها خلصت في زمن ما كانش فيه يوتيوب ولا فيسبوك ولا اي وسائل تواصل اجتماعي. صوت عدوية لوحده ابتدى ينتشر وسط الناس، وابتدت الناس تسمع اغانيه وصوته وتحبه وتطلبه، وده كان اكبر رقم مبيعات في وقتها. استاذ عدوية، حضرتك وصلت للمليون شريط؟ لا اكتر. لا يعني بص تقول انا قبل الشريط ما يطلع، ما شاء الله نمسك ربنا يخليك. قبل الشريط ما يطلع انا كنت عملت اسطوانه. ايوه. وخدت اسطوانه بلاتينيه واسطوانه ذهبيه. من شركه صوت الحب. بس الموضوع وقف عند ان عدد النسخ اللي اتباعت من اسطوانات الالبوم فاق التوقعات، لا كمان مبيعات شرايط الكاسيت كانت مهولة، لدرجة انها اتعرفت في الوقت ده او اتشهرت في الوقت ده بثورة الكاسيت. ومن المفاجآت خطأ غير مقصود هو اللي عمل اسم احمد عدوية.
فتخيل ان عدوية لما اختار اسمه يطبع على الألبوم اختار ان يكتبوا له اسم أحمد عدوي، ويتفاجئ عدوية بعد ما كان بيحيي حفل خارج مصر ويرجع ويلاقي الألبوم مكسر الدنيا، والناس بتسأل عن مغني ومطرب اسمه أحمد عدوية. استمرت مسيرة عدوية في اكتساح سوق الكاسيت للأغاني الشعبية، واستمر نجاحه يوم بعد يوم، وما وقفتش الحكاية هنا، بل إن نجاح عدوية كان قصة ملهمة لناس كتير. تخيل إن هو كان سر من أسرار نجاح الهضبة عمرو دياب، وده اللي قاله دكتور مدحت العدل في أحد لقاءاته التلفزيونية لما كان بيتكلم عن الفنان الكبير الهضبة عمرو دياب، وقال إن عمرو دياب استلهم نجاحه من قصة كفاح ومحاربة عدوية، لأنه لقي فيه تشابه كبير. عدوية في بدايته كان دايما بيقابل بالصد، ما كانش حد بيرضى يقابله أو يدخله الإذاعة أو حتى يسمح له إنه يسجل ألبوماته، بل والأدهى من كده إن كان في ألبومات لعدوية بيرفض عدد من الموزعين توزيعها أو شرائها. من الشخصيات الذكية جدا اللي بيعرف يحلل الظواهر. فقال أنا كنت لسه طالع ونفسي أجاز، فراح لجنة الإذاعة مرة ومرتين ما جازوهوش، نفسه يطلع في التلفزيون فمحدش عايز يجيبه، وطلع مرة ولا حاجة. فهو بيدرس الظواهر، اكتشف ان سبب من اسباب نجاح احمد عدوية المرعب ان كانت شرايطه ممنوعة وما كانش مجاز وما كانش بيطلع، فقرر ان ان عمرو دياب قرر انه مش هيطلع، ولما نجح اقل واحد ظهورا في الاعلام حتى الان يعني لغاية دلوقتي. ومن هنا استلهم عمرو دياب من قصة عدوية انه لازم يكافح ويصبر ويخبط على البيبان المقفولة ويستنى، وما يعتمدش بس على ان باب يتفتح له عشان يظهر، لا، هو ممكن ما يظهرش ويحارب في كل الاتجاهات لحد ما ينجح. انتم بس بيسالوا بالسكر والعسل، وماما مسقياله بالسكر والعسل، وستم بس بيسالوا بالسكر والعسل، وماما مسقياه. صباح الفل يا قمر، صباح الفل يا حبيبي، بالسكر والعسل، ودايما على باله ولا عايز يشتغل. ورق يا حبيبي ورق. وسته بس، سته بس، سته بس، بوسه بالسمن والسكر والعسل، سته. الفنانة شريفة فاضل اللي كانت كل سنة متعودة تعمل عيد ميلادها في بيتها وتدعو عدد كبير جدا من الفنانين والمشاهير، اليوم ده بالتحديد كان الشاعر الكبير مأمون الشناوي رشح عدوية انه يغني في عيد ميلاد الفنانة شريفة فاضل، ووصف عدوية اليوم ده انه كان يوم صعب جدا في حياته، وكانت ركبه بتخبط في بعضها من كتر الخوف لانه هيغني قدام العندليب الاسمر. عدوية كان متردد وخايف، وكان بيقول مش معقول هطلع اغني قدام العندليب الاسمر، كركشنجي دبح كبشه، السح اتدحم بوه. عدوية لما غنى في عيد ميلاد شريفة فاضل ده كان انطلاقة علاقة صداقة قوية جدا بين عدوية والعندليب الاسمر. عبد الحليم حافظ قال لك ايه بقى؟ عبد الحليم بقى حبيب قلبي الله يرحمه، كان دايما يقول لي ايه، يطلبني في البيت عنده، فكنت اروح. كنت بغني غنوه اسمها كركشانجي، كان يحبها قوي، وده حفظتها زي دي يا احمد. ايوه
وفي أحد الأيام اتفاجئ عدوية بوجود العندليب الأسمر في كازينو الأريزونا اللي كان دايما عدوية بيغني فيه، وكان موجود ورا الستار. بعد ما خلص عدوية أغانيه سلم عليه العندليب وسأله، قال له: اللي قول لي يا أبو حميد، يعني إيه كركشنجي ده بحكفش؟ هي ليها معنى برضه. يعني ايه كركشنجي؟ كركشنجي الجزار، الكبش اللي احنا بنفدي بيه. هو كركشنجي ده بني ادم يعني، ولا ده بس دي اسمه؟ لا، الجزار اسمه كركشنجي، اللي هو ايه، بيذبح. يعني ده اسم شعبي يعني في التراث الشعبي. في الكرول الشعبي. الجزار. ايوه. مهنه يعني. والكبش اللي احنا بنفدي بيه. ايوه. معروف طبعا. كركشنجي الجزار والكبش بنفدي بيه. مش عايز اقول الكبش ايه، طبعا كل بهوات عارفين. ايوه. الكبش احنا بنفدي بيه. يبقى ايه؟ كركشنجي ذبح كبشه، يا محلى مرقة لحم كبشه، كركشنجي ذبح كبشه، محلى مرقة لحم كبشه. في الثمانينات اتوجهت دعوة لعدوية إنه يحضر أحد الأفراح في بلده محافظته المنيا، ودي كانت أول وآخر زيارة لمحافظته بعد ما سافروا للقاهرة هو وأسرته. كان في انتظار عدوية مفاجأتين، مفاجأة كانت سعيدة وسارة جدا، ومفاجأة كانت سيئة جدا. عدوية كان على ميعاد مع وجود أهله وأسرته من قرية الروضة، كانوا موجودين في الفرح اللي دعاهم ليه المعلم أنور أمين، الفرح اللي كان في أحد شوارع المنيا والمعروف بشارع الجزارين. وكان عدوية في غاية السعادة، فكان أديله كتير ما شافش قرايبه وولاد خالته. وبعد ما انتشر خبر وجود عدوية، برغم ان الفرح ده كان موجود ومدعو فيه الشيخ الطبلاوي، الا انهم فوجئوا بوجود جماعات متشددة ومسلحة بتحاصر الفرح وبتهدد ان عدوية ما يعملش الفرح ده، وبانهم هيطربقوا الفرح على دماغ كل اللي موجودين فيه. استمر تهديد الجماعات لعدوية انه يتم الفرح، وهنا جه دور رجال الأمن اللي أمنوا الفرح من أوله لآخره، وعملوا كردون أمني مشدد في شارع الجزارين ومنطقة الحبشي وكل المناطق المحيطة بالفرح. وأصر المعلم أنور إن عدوية يعمل الفرح، وبالفعل أحيا ليلة ولا ألف ليلة وليلة. وفي وسط ما هو بيغني وكل الناس مبسوطين بالأغاني الشعبية الجميلة لعدوية، يفاجئ الناس بأصوات عالية جدا: الحق يا فنان، عربيتك بتتحرق. اتفاجئ عدوية والحضور بأن الجماعات المتشددة قاموا بحرق عربيته. المعلم أنور أصر وقتها إن عدوية يكمل فرحه، واتفاجئ عدوية بأن المعلم أنور أهداه بعربية بنفس الماركة ونفس اللون وتقريبا نفس الموديل. ومن ساعتها وتقريبا عدوية ما زارش محافظته مرة تانية. سلام عشان خضر العطار، لا 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 لا، معروف تمام وزباينه كتار، والجار يقول للجار اسعار ارخص، اسعار اسعار ارخص، اسعار خضر العطار، خضر العطار، من اسوان لراس التين، عارفين طبعا عارفين، من اسوان لراس التين. الاغنيه عارفينها في عنده القمر الدين، بندق والياسمين والشمر واليانسون والفلفل والكمون، وعرفنا العنوان في الساجة. عبد الوهاب بقى الله يرحمه كان يموت في الجمله دي، يقول يا دي الجمله تاني: وعرفنا العنوان فين، ده في الساجة والحسين، لا تدور ولا تحتار، معروف خضر العطار، خضر العطار، خضر العطار. عدوية ما كانش مجرد مطرب شعبي محبوب، عدوية كان هيبقى من الأدوات المقترحة لحل القضية الفلسطينية. ما تستغربش، ده كلام الأديب نجيب محفوظ. سيب ونسيب. ما هو استنى، يعني انت شايف حضرتك سمعت سيب ونسيب؟ ايه؟ سمعتها يعني؟ سمعتها وعجبتك؟ وعجبتني. الكلام غير المعقول ده ليه مغزى كبير، ما يصحش يفوتك.
ايه هو؟ طب انا هقول لك حاجه. اتفضل. لا اولا قول لي حكايه سيب ونسيب يعني ايه؟ سيب ونسيب يعني ايه؟ يعني حضرتك لما سمعت سيب ونسيب ايه المقصود بيها يعني؟ يعني اذا كنا عاوزين نتفق تخفف شويه تخفف شويه، يصح تقولها للفلسطينيين والاسرائيليين. اللي نجيب بس عفوا سيب ونسيب. يا حبيبي وانا سيب، يا حبيبي وانا سيب. كان من أشد المعجبين والمحبين بل والناس اللي بتتسلطن من صوته. رجعت شاب وتأذن لي ان اقول لك انه لما عرفت ان ده رأيك يعني مش هقول لك صدمت انما تراجعت حبة. قلت مرة ان صوت احمد عدوية يطربك وانا اندهشت. ويمكن حضرتك مرة كتبت مقال قصير بعنوان واهب السعادة. عشان الهندي. تمام. ايه مقاييس واهب السعادة لديك؟ وهنا انا ذا اسألك. شوف، واهب السعادة واحد ان ما كانش يفيد ما يضرش وبيصر مجموعة من البشر. انك تصر مجموعة من البشر ده شيء مش قليل في هذه الدنيا. انا سمعت انهم في كل محطة طيران تبقى مليانة من الشباب هنا وبره. نعم. وفي اوروبا. الله، الراجل ده بيساعدهم ما فيش شيء. الهندي من رايحين له ليه؟ خدت بالك؟ صح. كذلك اما تيجي العدوية في وقت كان المسموع الاول الله بينافقوه، الشعب بينافقه. لا، ده راجل من الشعب بيستعمل اساليب شعبية والفاظ شعبية وصوت خشن شعبي. نعم. لا يخلو من حلاوة. استاذ نجيب، زحمة يا دنيا زحمة معرفش ايه لحمة يعني معلش. وماله. مسيرة طويلة جدا من العطاء والنجاح والتحدي استمر فيها عدوية وعاش حياة بحلوها ومرها، وقابل فيها مشاكل كتير وأزمات كتير، ولكن كان دايما بيقدر يعدي ويتفوق على الأزمات دي ويكمل. عدوية اتفقت واختلفت معاه، هو ناجح وساب بصمة قوية في تاريخ الفن الشعبي المصري. كان في مشهد في جنازته ملفت جدا. لو جدع والله، جدع والله. احكي لنا موقف معاه كده يعني. والله كنا فاتحين كشك بتاع سجاير وكنا بنبدل له حاجه ساعه وحاجات، وكان بيقف معانا والله مع جوز الله يرحمه والله. والله كان بيقف معانا. احنا ولاد المعادي، احنا ولاد المعادي، هو ابن البلد. عايزينكم تتفاعلوا معانا وتكتبوا لنا في الكومنتات وتشيروا الفيديو في كل مكان علشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن، وعشان كمان تقدروا توصلوا المحتوى بتاعنا لناس كتير. واستنونا في حلقات تاني جاية كتير. كلام في الصميم مع أبو تميم.